شويه من هنا. نقولوا شبه حريق هنا في منطقة تيزوين في تبينات. عندنا عدة كما نقولوا لي فوايي تاع الحرائق وكذا. عندنا كما نقولوا قسمنا الوحدات تاعنا عدة كما نقولوا قطاعات باش يقدروا يسهلوا المهمة في الآخر. وكما تعرفوا كما نقولوا الرياح هي اللي زادت كما نقولوا لصعوبات في التدخل. حاليا الحمد لله رانا كما نقولوا ميتريزي هذا الاخر، ورانا كما نقولوا حراسه حتى بقيه النار هنا كانت قويه بزاف بسبب الرياح. الدعم اللي قدمناه هو صهاريج المياه، الاتصال بجميع الوحدات من حمايه مدنيه، الغابات، اتصلنا بالسلطات المحليه، الدرك، الوالي. نشكر الوالي على الزياره اللي قام بها، الزياره اللي جانا ودعمنا هنايا بالوحدات حتى من بليده واد العلايق بوفاريك. بالنسبه للخسائر، الخسائر البشريه ما كانش، خسائر ماديه ما كانش، ابار الغابه، الاحراش، اشجار الصنوبر، وتقريبا نقول البساتين ما وصلش لها. كنا سلكنا لي بولاي تاع الدجاج، ايفاكينا حوالي 4 عائلات ولا 5، خرجناهم من منطقه الخطر وحولناهم الى منطقه تبينت. الحمد لله هو على كل حال سكت. فيما يخص حريق على مستوى ولاية البليدة نظرا لارتفاع درجة الحرارة وكذلك هبوب الرياح بسرعة الحق إلى 70 كيلومتر، تسجلت لحد الآن 4 حرائق مختلفة على هذا الشريط، فيها في مفتاح والحمد لله تقريبا نقضيوا عليه، كذلك عندنا في بوغارة وعندنا في بوينان، وضق عندنا في كذلك حول نواحي الصمعة. إذن كل وسائل المادية والبشرية نتاع مديرية الحماية المدنية جاهزة ورافعين المكان، ورانا حتى طالبين الدعم من ولايات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك حتى نقضي على الحريق في بدايته ومنعه من الانتشار. اليوم شعلت النار وكان الريح قوي، أي زادت لهبت بزاف، لحقت لي ديارنا وحنا خفنا بزاف يا خويا. مزيان كانوا حاضرين حماية مدنية اللي لبوا النداء وحنا فين وقفنا معاهم، وكما نقول حنايا ان شاء الله ما تكون لا خسائر لا ماديه ولا بشريه ان شاء الله. الحمد لله الشعب راهم واقفين لهنايا مع الحمايه المدنيه، مع محافظه الغابات، حتى مع الجيش الوطني الشعبي. الحمد لله يعني قاموا بها ما شاء الله، والحمد لله يعني ما كان حتى خسائر لا ماديه ولا بشريه، والحمد لله عليك يا ربي. ان شاء الله رب العالمين تكون سلامات.